السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي العادة بقى احنا نتعود على كده. انا النهاردة بعمل الفيديو ده قبل ما الماتش بتاع الاهلي وسيراميكا يخلص، زي ما عملت الفيديو اللي فات بتاع طرد الشناوي قبل ما كان الماتش يخلص. خلاص بدأنا مسلسل الحق ان النوس بيقع، والحاجات والتجاوزات الغريبة اللي على رأي بقى نجوم الاهلي اللي بجد، من اول مصطفى يونس مرورا بحسام عاشور بحسام غالي بكتير قوي، اللي قالوا اكبر منظومه فساد في مصر. النهارده البلن بتاع ياسر ابراهيم ده مع اسلام عيسى، مش طبيعي انه اصلا انت رحت بصيت للفار. خلاص يا جماعه احنا هنتبنى ان شاء الله حمله معا لالغاء الفار، لانه ملوش لازمه، مصاريف على الفاضي. على ايه بقى؟ ما احنا نخليها تقديري للحكم طالما الصوت والصوره ما بيغنوش عن الحقيقه اللي بنعمي عينينا عنها بالعافيه وبالقصد عشان نجامل النانوس اللي بيقع عشان ما يقعش ويهبط درجة تانية. البطل الوهمي الكرتون اللي هم عاملينه، عروسة الحلاوة، الحصان العجوة. يبقى نلغي الفار ده بقى. يعني الماتش اللي فات الشناوي يطرد، لا مفيش الكلام ده، انذار ونلغي عادي، نلغي القانون نتجاوز مفيش مشكلة. النهارده يعني زقت كرم جابر دي في الاولمبياد في 2004 مصارعة حرة رومانية، الاتنين مع بعض، مش مصارعه روماني ولا مصارعه حره لوحدها، لا الاثنين مع بعض، وراح بص على الفار. اللي جنن الواحد انه راح بص على الفار. طب انت تبص ليه؟ يعني انا مش فاهم بصراحه الناس دي توصف بأني وصف. ما هو الراجل عايز ياكل عيش برضه، ما هو لو اتكلم وقال الحق مش هيشوفها تاني. خلاص يعني نلغي الفار ده ونقضيها بقى على رأي الكابتن رضا عبعال، نسلمهم الدوري ونقعد احنا بقى نقزقز لب، نلعب رجبي، نلعب هوكي، نعمل اي حاجه تانيه عشان النانوس اللي لازم يتجامل، عشان الفضائح اللي حاصله، وعشان المستوى المتدني بتاع فرقه المليار اللي حق ربنا سبحانه وتعالى ما ياخدوش غير بونت واحد بس يتعاقدوا مع فاركو، اكتر من كده ما ياخدوش ولا بونت من اللي فاتوا ده كله. ويتكلموا يقول لك احنا البطل، احنا احسن نادي في العالم. نادي في العالم ايه ده؟ انتوا نادي درجه تانية وقيع يا راجل. استفزتونا، ده الواحد بيتكلم في الروح الرياضيه اقسم بالله الضغط يولد الانفجار. ده انتوا جبابره، والله العظيم جبابره يا راجل، حرام عليكم اتقوا الله. عشان كده بتطلعوا بره تبقوا حصاله وعايزيننا نقتنع ان الحصاله دي ما شاء الله حاجه مشرفه. احنا شرفنا الدنيا، احنا رفعنا راس مصر. يا راجل اتقوا الله. النهارده طالع واحد بمنتهى الصفاقه، مش عايز الواحد يقول اسمه لان المفروض لسانه ما يتلوثش باسمه، على كلمه واحد محترم ذو كينونه في الدوله يقول لك ايه للزمالك ربي يحميه، هو ابرهه اللي سحب الارض. انت بتتريق على مين؟ بتتريق على مين يا نكره؟ بتتريق على مين؟ ده انتوا زودتوها قوي وتجبرتوا قوي، بس باذن الله وعدكم اكتر من اللي انتوا فيه ده باذن الرحمن، وهنشوف وربنا سبحانه وتعالى هيورينا ايه من اياته فيكم. انتوا ظلمه وجبابره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.